السلام عليكم متتبعات ديال الغزالات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كيف ما عودتكم دائما بالجديد، وهاد المره الجديد في القناه محبوبه تيفي. كيف ما شفتوا ياسين ورشيده خرجوا بواحد القرار، هو انهم هذاك الدمليج او عصير الصابون ديال الذهب اللي ربحاتو حفصه. فقررت رشيده انها تاخذ من القناه ديالها على حسب ما قالت بانهم هما كيصوروا معها رشيده وحفصه وتيتيش. وقررت انها تاخذ واحد المبلغ اللي يعني في مليون ولا 2 مليون، تاخذها من القناة وتهديها لتيتيش والرشيدة يقسموها. وحاولت او تشاورات مع ياسين وفكروا في انهم داك المبلغ ما عرفوش واش يقسموا غير البنات بجوج، حيت حفصة ديجا خدات التمليج ديال الذهب وهما حلفوا ما ياخدوش، ولا يشدوا يقسموه عليهم بثلاثة. دابا رشيدة الزهرة عفوا خافت ان متابعين يتقلقوا يقولوا راه قسماتو غير على البنات بجوج وخلات حفصة، وهذاك راه مبلغ ديال القناة وحفصة حتى هي كتصور معاهم، ولاش ما عطاتهاش وهادي وهادي. ياسين قال ليها هذاك الدبليج يشدوه مثلا، قال لها جوج افكار. قال لها الفكرة الاولى مثلا الدبليج بخمسة وكان فيه بثلاثة اللي عندها شي فرح. ولكن المتابعين فكروا فكرة واحدة أخرى، قالوا الحسن غير ماشي الحسن، ياسين عفوا. قالوا غير حاط العين زعما على داكشي اللي ربحات وحفصة صافي خاص ما يكملوش، ما يخلوش لها الفرحة تكمل. زعما علاش ديك المرة ملي الزهرة عاونات مراتك اللي هي تيتيش فاش كانت باغا تشري الذهب عاوناتها بمليون، ما عطات حتى شي حاجة ديك الساعة لا حفصة ولا الزهرة ولا رشيدة عفوا، يعني ما عطاتهم حتى شي حاجة، واخا هما كيصوروا مع ديك الساعة كانت كتصور مع أكثر وحدة هي حفصة، ويوميا كيصوروا. يعني قالوا علاش مرت علاش زعما عطاتها مليون وما عطاتش الاخرين. ودابا ملي ربحات حفصة هذاك التمريج او عطاه لها با محمد هدية، ما بغيتوش، يعني صافي نتوما حالفين حتى انكم الفرحة ديالها ما تكملهاش زعما على حفصة وداك الشيء. ويعني هذه فكرة قالوها المتابعين فكروا فيها. واحد السيدة كتقول لهم بصراحة هادشي معقول، ولكن بالنسبة لحفصة داك العصير الصابون داخل من فلوس ديال القناة، يعني فلوس يعني فيه فلوس الجميع. هادشي علاش حفصة دات حقها، يعني عطيو لتيتيش ورشيدة هداك المبلغ اللي غتعطيه ليهم الزهرة. أغلبية كيقولوا حفصة عندها عصير الصابون ديالها تقسم فلوس بين تيتيش ورشيدة. لا وكلشي كيقول هذاك الفلوس او المبلغ صافي عطوه للدريات بجوج، رشيدة وتيتيش. اما حفصة راه عندها جاها كادو زعما عصير الصابون من عند با محمد. واغلبيه كيقول لهم كملوا في هذا المحتوى ديالكم. انا غادي الصراحه خصوصا دابا ملي بديتو كضحكونا والله العظيم، نتوما واعرين احسن قناه. الزهره واحد السيده كتقول لها الزهره راه من حقك تعطي البنات كاملين فلوسهم كيضلوا يصوروا معاك، من بلاصي راه عطاه ليها با محمد. حفصه راه ديالها. ولكن دخلت عندها واحد السيده قالت لها ولكن راه ظلموا تيتيش حيت هي اللي فازت، يعني تيتيش هي الاولى اللي كانت فازت، ظلموها. أغلبية كيقولوا صافي عصير الصابون ديال حفصة والمبلغ يتقسم عليهم بثلاثة باش حتى واحد السيدة كتقول لهم لا بغيتو تكونوا حقانيين ومتديوش على ما تديوش يعني ديال شي واحد، هو انه حفصة تاخد نصيبها من الزهرة كيف البنات، لانه هذيك خدمة وحفصة ما كتقصرش. وعصير الصابون هذاك هدية هداها ليها الأب با محمد الحفصة، ما بقى حد عنده حق يحط يدو عليه. نكررها لك انتو حقانيين بغيتو استمرارية. وزعما هادشي اللي كاين. وواحد السيده كتقول لهم الا بغيتو ترضيو جميع الاطراف شريو تيتيش ورشيدة عصير الصابون، لانكم قلتو من فلوس القناه، وحفصه ما عندها حتى ذنب انها تهدى ليها مبلغ اللي بغات تعطيه للزهره تعطيه لجميع الاريسات بما فيهم حفصه، لانها حتى هي كتصور معها في القناه. يعني أغلبية كيقولوا صراحةً من خلال التعاليق، الأغلبية ديال المتابعين كيقولوا لهم
هذاك الفلوس يتقسموا على البنات بثلاثة، لأنهم بثلاثة كيصوروا. وأما البراسلي اللي خداتو اللي خداتو حفصة، هذاك راه هدية بالنسبة لي أنا. إلا كانوا يعطوهم فلوس يعطوهم فلوس، يزيدوا لهذوك الفلوس ويشروا ليهم عصير الصابون. يعني يشرو تيجي عصير الصابون، ويشرو الرشيدة عصير الصابون، وبالتالي غادي يكون حتى حفصة عندها عصير الصابون. أما إلا كانوا يعطوهم مبلغ مالي، هذيك الساعة راه يقسموه عليهم بثلاثة، لأنهم حتى حفصة كتشارك. يعني حتى حفصة راها كتشارك في المسابقة، في القناة عفوا. يعني حتى هي كتشارك في القناة. واحد السيدة كتقول سؤال فاطمة الزهراء، واش بصح دايرة الحفصة شهرية لأنها كتصور معاك في القناة؟ شفت شي متتبعين كاتبين كاتبينها في التعليق. وبطبيعة الحال أختي، أنا بالنسبة لي أنا راه ضروري هذا. أنا كيبان لي بأن الخلطة الشهرية كيقسموها عليهم كاملين. يعني كل فرد كيقسموا عليه الخلطة الشهرية، كل واحد وشحال كيجي. الأغلبية كيقولوا حنا بغينا العدل، الفلوس تقسم على ثلاثة، متدخلوش عصير الصابون في الحساب. واغلبيه كيقولوا راه عصير الصابون ديال حفصه بوحدها مهدي ليها، زعما ما بقاش تبدو داك عصير الصابون. في المزرعه اللي بغات دير رشيده وتيتيش باش حفصه ما تبقاش تلوم راسها، لا عصير الصابون. الا بغيتو الحق الهديه لا تتكلموا عليها خلاص، ما تخلش بالمره ديال حفصه. اما الفلوس لازم تقسم بثلاثه صراحه. حقها هو هذا. ايوا البنات، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. انا جبت لكم فيه الجديد على قناة محبوبة تيفي. تهلا في راسكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر، ومع السلامة.